بسم الله الرحمن الرحيم. قطرايلي عزامش، قطرايلي يا حبيبي، قطرايلي. اخواني الافاضل، في اغنيه انتشرت امس لمغنيه اسرائيليه ساخره، والله ما اعرف اسمها ولا بيعرف اسمها، تستهزئ بتطبيع الاماراتي مع الصهاينه. انتشرت الاغنيه والكل قام يضحك عليها، وللاسف يعني فعلا هي الاغنيه تستهزئ من وجهة نظري بالخضوع الشديد من قبل الطرف الإسلامي، خضوع لدرجة الإذلال من قبل الطرف الإماراتي تجاه إسرائيل. طبعا هل أنتم تفكرون أني أنا مسوي حلقة أني أنا بستهزئ ولا أني أنا لا. الآن أنا راح أتكلم بلغة العقل، راح أتكلم بالعقل على أساس لا تقولون والله أنت حاقد وأنت حاسد وانذارات وش كثر مقاطع تنحذف. لا أنا بتكلم بالورقة والقلم. التطبيع اللي أنتم سويتوه يا حكومة الإمارات، وما بقول أهل الإمارات لأن أهل الإمارات بريئين، وأنا عندي رسالة بعثها لواحد من الشعب الإماراتي الأصيل وطلب مني أني أنا أعرض هذه الرسالة على السادة المشاهدين، وإن شاء الله بإذن الله يوم الجمعة اليوم القادم هذا. فحاب أعزائي المشاهدين أن أتكلم بالورقة والقلم، والحمد لله رب العالمين، لا شماتة لا حقد لا حسد لا حاجة، وشوفوا إذا أنا غلطان أو أنا صح. ركزوا معي أعزائي المشاهدين، هذا التطبيع اللي أنتم قلتوا عنه يا حكومة الإمارات بهدف إيقاف الاستيطان ولمصلحة أهلنا في فلسطين، هل وقف الاستيطان؟ هل من المستفيد؟ هل الطرف الإسرائيلي استفاد من التطبيع ولا الطرف الإماراتي؟ خلونا نحسبها. أول شيء أنتم قلتوا لمصلحة الفلسطينيين، ولكن للأسف تم تمويل الحرب على غزة. نعم، تم تمويل، أنتم يا حكومة الإمارات مولتوا الحرب على غزة. ورقم 2، كوكو أفندي تبرع ب10 مليارات دولار من أجل صندوق دعم إسرائيل. مو بكلامي، هذه وكالات الأنباء كلها. من اللي استفاد الحين؟ أنتوا دفعتوا الملايين من أجل قتل أهل غزة، دفعتوا 10 مليارات دولار من أجل دعم صندوق إسرائيل. 10 مليارات دولار، زين أنتوا تقولون والله من مصلحة أهلنا في فلسطين. أنا ما شفت أي مصلحة. كذلك هل العملية انتهت؟ لا يا حبيبي، الجمعيات الخيرية قامت تدفع الزكوات والصدقات للصهاينة للمحتاجين في إسرائيل. أي دين هذا؟ من وين جايبين الدين هذا؟ أي دين؟ تعال واحد يركز عليه. الصدقات والزكوات اللي المفروض ندفعها للمسلمين نروح ندفعها للمحتاجين الإسرائيليين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى الموضوع. لا يا عبد العزيز، علمتوا عيالكم النشيد الوطني الإسرائيلي، علمتوا، قمتوا تعلمون عيالكم اللغة العبرية، قمتوا تجيبون أعلام، قمتوا تجيبون قاتوهات، قمتوا تسوون حفلات في بيوتكم، وعلمتوا عيالكم التطبيع، علمتوا عيالكم أن أنت والإسرائيلي سيم، علمتوا عيالكم أن الفلسطيني هو الإرهابي والإسرائيلي هو الشريف، حتى عن طريق بعض بما يسمى مشايخ عندكم. الرئيس هذا مالكم مال الشركة العقارية اللي طلع أمام العالم يقول خلوا الاستثمار بعدين. Can your mother meet my mother؟ نقدر احنا نسوي علاقات ما بين الأمهات وعلاقات أسرية. حتى دخلتوا الأمهات في الموضوع، دخلتوا الأمهات في الموضوع. غيرتوا قوانينكم عشان الاستثمار الإسرائيلي عندكم. جنستوا كثير من الصهاينة، عطيتوهم هذه الجنسية اللي المفروض في جزيرة العرب لا يحملها إلا إنسان مسلم. هذا اللي احنا نعرفه. فقلتوا هذول عيال عمنا، قلتوا هذول أشقائنا، قلتوا ألفتوا أغنية خذني زيارة لتل أبيب. أرجوك يلمط قاعي اللبيب. هذه طالعة تستهزئ فيكم في الأغنية، تستهزئ، وقالت عنكم يا ريت العرب مثلكم. يا ريت العرب مثلكم في شنو؟ دبي، يا ريت مثلكم في شنو؟ لا، وأحلى شيء بعد حتى تضحك عليكم،
قالت انكم انتم نسيتوا فلسطين ونسيتوا حصارنا على غزة ونسيتوا وما راح ترمونا في المي، وما ادري من الكلمات اللي قالتها. قمة الاستهزاء. اعلام الصهيون قاعد يستهزئ فيكم، هذه الاغنية تستهزئ فيكم، وانتم تروحون خذني زاوية تل ابيب ارجوك الحر اللبيب او يا النشمي اللبيب او ما ادري شو الكلمات اللي انقالت. فيعني كل الاشياء اللي الان احنا تكلمنا، ماذا قدم الطرف، خلينا نقول الحكومه الاماراتيه ماذا قدمت للصهاينه؟ انا اعتقد كل اللي قلته هذا لا يكفي، يعني في اشياء اكثر. فتحتوا لهم السياحه، فتحتوا لهم كل حاجه، يعني دلعتوهم اخر دلع، صرتوا تعاملونهم اكثر حتى من اشقائكم واخوانكم المسلمين. دعم مالي، دعم معنوي، دفعتوا لهم كل حاجه. طيب خلاص يا عبد العزيز؟ لا، شوفوا معي هذا الفيديو، ما علي انا طولت. هذا الفيديو شوفوا ايضا وين وصل الموضوع في انبطاح حكومة الامارات مع الصهاينة. شوفوا معي هذا الفيديو. الثاني هنا ايضا تل ابيب، احمد بن سعيد بن احمد الرميثي على ثاني المراكز بشعارات مختلفه باسماء مميزه قد صالت وجالت في عالم سباقات الهجن. اعود الى البدايه الاولى، المركز الثاني تل ابيب هنا قادم على المركز الثاني. مشاهدينا متابعينا الكرام، احمد بن سعيد بن احمد الرميثي. شفتوا معي اعزائي المشاهدين؟ حتى الناقه هذه في سباق الهجن سميتوها تل ابيب. يعني في انبطاح اكثر من كذا؟ انا اقول لكم، انا الان قاعد اكلمكم اني لكم من الناصحين. حتى الناقه سميتوها تل ابيب، وفي المقابل كل هالاحترام والتقدير والتبجيل. في المقابل هذا السؤال، انتم ايش استفدتوا؟ الحين احنا عرفنا ماذا استفاد الصهاينه منكم، مليارات ودعم وكل حاجه استفادوا منكم. انتوا ايش استفدتوا يا حكومة الامارات من التطبيع؟ انتوا سميتوا الناقة تل ابيب. الاعلام الصهيوني سمى دبي اكبر بيت للدعارة في العالم. حصل ولم يحصل، اكل ولا بصق، قالوا ولا ما قالوا. شوفوا انتوا شلون قاعدين تقدسون وتمجدون فيهم. حتى الناقة سميتوها تل ابيب، وهذا الاهبل يقول لك خل امك تقابل امي ويتعرفون على بعض، وفي المقابل سموكم أكبر بيت للدعارة في العالم. أنتوا سويتوا خلني زارة تل أبيب، وهذول ضحكوا عليكم بهالأغنية ويطنزون عليكم في إعلامهم. الإعلام الصهيوني دائما يستهزئ وينتقد سياسة الإمارات وينتقد كل المشاكل في الإمارات، وأنتوا إعلامكم لا يتجرأ أن يقول حرف أو يفضح حرف عن الصهاينة. صح ولا لا؟ صح. وأهلنا في فلسطين اشهدوا على كلامي. الإعلام الصهيوني يستهزئ ولا ما يستهزئ؟ يستهزئ دائما، لأن عندهم إعلام حر ما يقدرون يسكتونه. شفتوا الآن مين اللي قاعد يربح ومين اللي قاعد يخسر؟ خلاص يا عبد العزيز؟ لا يا حبيبي، ما جت على أكبر فضيحة صارت سرقات فنادق دبي. هذه الفضيحة اللي انتشرت في العالم، والحمد لله رب العالمين أن أخوكم هذا اللي طلع الفضيحة هذه. الحمد لله رب العالمين. فضيحة سرقات سرقوا فنادقكم. كذلك الفضيحة الأخيرة اللي أنا سويت حلقة عنها، فضيحة سرقات مطار دبي. خلاص يا عبد العزيز، فضيحة سرقات محتويات الطائرة، وأنا سويت حلقة عن هذا الموضوع. يروحون يوصلون، اللي سارق لي سترة النجاة، واللي سارق لي العطر اللي في الحمام، واللي سارق لي. شو استفدتوا أنتوا؟ تعال واحد يفهمني من حكومة الإمارات، أنتوا شو استفدتوا من هذا التطبيع؟ خلاص يا لا يا حبيبي، أكبر فضيحة تهريب نص طن مخدرات. العملية اللي نقول الحمد لله احنا ما نرضى عليكم، ترى تهريب نص طن من المخدرات، وتم كشف العملية. واحد من القبض على واحد من الصهاينة هناك. تفجير ميناء جبل علي، تم إلقاء القبض على واحد من المدبرين العملية، وطلع أنه واحد إسرائيلي. هذا التفجير اللي صار في ميناء الضخم، أعتقد العام يمكن أو أول العام، والله أنا ما أتذكر. يعني كذلك أكبر فضيحة لكم، رغم أنكم أنتم طبعتوا واستسلمتوا وانبطحتوا، نتنياهو رفض أن حكومة أبو ظبي تشتري وإتمام صفقة طائرات الF-35. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ عاد أنتم طبعين ليش؟
واحد الآن يفهمني إذا الصهيوني خذ الفلوس وخذ الدعم وخذ الجنسية وخذ الاستثمار ودخلتوا بلادكم، أنتوا شو استفدتوا؟ استفدتوا إنه والله قالوا لكم تعالوا سياحة عندنا عشان نصرف فلوسكم ونبتز فلوسكم؟ وآخر حاجة، من يومين ولا أمس استهزئوا فيكم بأغنية دبي دبي دبي، نفق في ضي وما ادري شنو، يا ريت العرب مثلكم. لا يبا احنا ما نبي نصير مثلكم، اذا انتم منبطحين لهالدرجه يا يبا احنا لا نريد ان ما نبي نصير مثلكم. فانا السؤال اللي اوجهه للحكومه الاماراتيه، الى متى الانبطاح؟ الى متى الانسلاخ؟ الى متى هم قاعدين يمصون دمكم وانتم يعني فاتحين هسه مردحه، ولا حد فيكم يتكلم ولا حد فيكم ينتقد؟ واخر شيء حتى هذه الناقه مسمينها تل ابيب. ايش الانسلاخ والانبطاح ومستوى الضعف اللي انتم وصلتوا له؟ شو السالفه؟ شو السالفه؟ الى متى؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ما اقول الا الله يهديكم، بس تعبنا واحنا ننصحكم، تعبنا واحنا نكلمكم، تعبنا ولعلمكم. زين واحد بيقول يا اخي انت مالك خص. لا يا حبيبي، شوفي هذه لما يا تغني وانتقدت العرب وانتقدت هذا بكره حتى يفويهي ويجي في وجهك انت يا جزائري ويا مغربي ويا تونسي ويا مصري ويا قطري ويا سعودي، كلكم ترى احنا كلنا هم ينظروا لنا نفس الشيء. لا يطلع لي واحد يقول لي جزائري احنا، لا احنا الجزائريين ضد التطبيع واحنا ما ادري مين ضد التطبيع. نعم صح كلامك والله يوفقك، لكن للاسف ما يفعله الاماراتيين ينعكس علينا، هم ينظروا لنا كلنا سواسيه والعياذ بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. ما اقول الا حسبي الله ونعم الوكيل. يعني انا ما اعرف ايش اللي باقي وما صار من قمه الاذلال اللي احنا، ما بقول احنا ان شاء الله بريئين منكم اللي انتم وصلتوا له. حسبي الله ونعم الوكيل. اتمنى الرساله تكون وصلت، ودبي دبي دبي.